أقول لكم كلمة إذا سمحتم لي أتكلم تسمعونها. يقول أحد العارفين: دخل عليه عراقي فقام فشم جسده. أنا حينما أروي هذه الرواية حقيقة يقشعر لها جسدي. شم جسده، فاستغرب هذا الرجل وهذا العارف والفقيه والعالم. قال: مولانا لما فعلت ذلك؟ فبكى. قال: مشكلتكم أهل العراق أغلبكم لا يعرف قيمة الأرض التي يعيش عليها. أتعلم أن جسدك هذا فيه بركات المعصوم عليه السلام؟ أنت من أي أرض؟ قال له: أنا من كربلاء. قال: هل تعلم أن الثمار في كربلاء تتغذى من جسد الحسين؟ جسد الحسين في التراب، والثمرة تنمو في التراب، والتربة تأخذ بركات ذلك الجسد، ففيك شيء من الحسين. ولا أتصور أنكم أهل العراق أغلبكم يدخل النار، بل أغلبكم يدخل الجنة. قال: ليش مولانا؟ قال: سيسبب الله له سببا يجعله يتوب إليه ويستغفر حتى وإن عصى، ببركات أثر المعصوم في أجسادكم. ألا تنظرون إلى طيب ريحكم حتى رائحتكم أنتم ليست كالباقين؟ ألا تنظرون إلى مناخكم؟ حار في الصيف بارد في الشتاء. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: اللهم اجعل صيفنا قيضا وبردنا وشتاءنا بردا. تحقق فيكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ترون أن نباتكم أطيب النبات في العالم؟ نباتكم أطيب اللحوم لحومكم، أطيب السمك سماككم. أنتم في كل شيء أطيب ببركة وجود المعصومين. آلاف الأنبياء في أرضكم، فكل ثمرة في الأرض تتغذى من جسد ذوي العصمة. يقول هذا الرجل: فانهاريت من البكاء، بكيت، أقسمت أن أعرف قيمة العراق.